اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني كتير. معاكم رحاب صابر من قناه زي بيست فود. ان شاء الله النهارده فكرتي ان انا لو عندي 10 حتى كرنبات، ولو عندك عزومه كبيره، ازاي ان انت في ثانيه، يعني بصوا دقايق كده معدوده، ان احنا نسلقها ونقطعها، ولو حابه كمان تخزني منها تشيلي، هنشوف ازاي. طيب انا عندي حوالي 4 كرنبات، تمام. مقطعاهم. إيه اللي بيحصل بقى؟ انا بجيب اول حاجه الكرنبه بقطعها 4 ارباع، تمام كده. 4 ارباع يا جماعه، 4 ارباع. تعالوا نشوفوا، ده بيسهل لي حاجات كتير. هجيب عندي ميه مغليه، هحط فيها ملح، ولو حابه تحطي رشه كمون مفيش مشكله. وتبداي تحطي كل ربع، خلاص. تنزلي كل ربع كده، تمام. بسم الله. يا دوبك بياخد كده كام ثانيه كده، وهقلبهم من الناحيه التانية، وهوريكم بقى ازاي ان احنا نبدا نقطعهم. يبقى انا هقلبه كده على الناحيه دي، بعد كده على الناحيه التانية، واطلعه يتصفى، وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا يا جماعه، انا سلقتهم كلهم وحطيتهم هم بيتصفوا خلاص. وطبعا ما فضلتش، يعني مش هفضل واقفه كده، فعملت الخلطه الجميله الحلوه الحمرا دي. وتعالوا بقى نشوف هنبدا نقطع ازاي. بس حابه اقول، وانتي بتحطي الكرنب في قلب الميه بالملح، اضغطي عليه ضغطه. يعني انا بصوا، انا بمسك اي حاجه قدامك بضغط عليه كده لتحت واطلعه، تمام كده. هبدا بقى اثبت وامشي مع العنقود اللي قدامك ده، تمام كده. بتبداي ان انت تثبتي وتمشي مع العنقود ده، بحيث ان انت تتخلصي منه. اهم حاجه بقى الاول قبل ما تشيلي العنقود ده، ان انت تثبتي الورق كله فوق بعض، خلاص. حاولي تخلي الورق كله فوق بعض، مرصوص يعني بصوا انا رصيته رصه واحده عشان يسهل لي وانا بقطع، خلاص كده، عشان تخلصي في ثواني. وتبداي بقى تقطعي التقطيعه اللي انت عايزاها او حباها. تمسكي كده وتقوم مقطعه مثلا على قد اللفه اللي انت عايزاها. انا عايزه اقول لكم، انا بكلمكم وانا ماسكه الموبايل عادي، يا رب بس تكون ايه الصوره واصله لكم. خلاص انا هقطعه بقى كده، وهبدا بقى دلوقتي. يعني بصوا تحس ان كله رصه، بصوا مجموعه مع بعض، مجموعه يا جماعه مع بعض، تمام. ده طبعا هيسهل لي كتير. وهبدا دلوقتي اجيب طبق فوم ونشوف هنحفظه ازاي. اهو يا جماعه برضو جبت اهو ربع، مشيت مع العنقود قطعته، وبصوا بقطعها كده، وبرجع احط الرصه فوق بعض. بصوا يا جماعه، يعني الرصه بصوا بيبقى فيها كام ورقه، فده بيسهل عليكي كتير اكيد. بصوا زي الفل. احنا بنحب الصوابع صغيره، فاقطعها صغير، وابدا احطها بقى في اطباق فوم كده زي ما انت ما شايفه، او في اي حاجه شيلها مفيش مشكله، تمام. وبعد كده اكياس ثلاجه بقى، وابدأي بقى غلفي لو انت عندك كميه زي كده. خلاص انا هحط تقريبا كل كرومبه في كيس، تمام. لو طلعت صغيره احطها في كيسين مفيش مشكله، واحفظها في الفريزر ولا اي حاجه، مجرد ان انت تطلعيها تمام تفك. بس ساعات بيبقى الكرنب تقيل شويه، يعني الورقه بتاعته تحس ان هي مجلده شويه لما تطلع من الفريزر. ففي الحاله دي بنعمل ايه؟ بنملى لتر ميه من الكتل، وبندلقه اول ما يفك خالص. بعد ما يفك خالص من الفريزر ادلقيه عليه بس كده، هيرجع تاني كانه طازه خالص. خلاص هبدا بقى احفظ بقى الباقيين ونشوف هنعمل ايه. ادي الكرنبه بتاعتنا يا جماعه، حطيتها اهو في طبق الفوم زي ما قلت لكم، اكياس ثلاجه. بص البخار مش مبينها شويه يعني. بس ادي يا جماعه اسهل طريقه ممكن تقطعي بيها الكرنب، وممكن تسلقي بيها الكرنب. ممكن في نفس الوقت الخلطه الجميله الروعه دي اللي محمره دي اللي بتفرق معانا طبعا. فايه رايكم بقى؟ لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب. معاكم رحاب صابر من قناه زي بيست فود، وشكرا.